نصلحهم، مش برهان ده بقولوا فيه نصلحهم، مش زي ما قال صرفة. تحية لك يا صرفة. غاية اليومين دي انا بقيت الانصرافية تو. زي ما قال صرفة، التحية له. البرهان فيه لو انتم شايفين الناس شايفه فيه غلط ما له يصلح، ولو جيشنا شايفين فيه غلط يصلح. انا احترم الانصرافي بجد، احترمه جدا لانه انسان بيقول كلمه الحق. شوفوا الانسان الصادق ده بتلقى مجموعه من الناس حواليه ملتفه حواليه، لانه اتكلم لكم شنو بلغه الفن. قالوا الريده قالوا الريده لو كان بصدق، الريده كان جات بصدق مفعوله زي لمع البريق. شوف انت لما تحب لك انسان وانت صادق بتصل للزول الثاني احساسك ده اسرع من البريق. نفس الشيء الكلام الصادق والكلام اللي بيقولوا صرفه وبيوصلوا للناس، لو ما كان فيه صدق ولو ما كان صادق ما كان وصل للناس، ولا كان الناس أيدته، كان حبته بالطريقة دي، وكانت كل يوم بتتابع اللايفات بتاعته بتكون موجودة فيها. الأغنية غنية طيب يا صرفة أنا حغنيها ليك. مو بوشاق نظيم كتور صلوا دخلوا الخرطوم العصر يا جناي، مو بوشاق نظيم كتور صلوا دخلوا الخرطوم العصر يا جناي. الخرطوم طبعا حيخشوا العصر ديل، الشعب ما يخش يا زول تاني يا جماعة، حيخش الشعب. أنا مبسوطة منك الانصراف يا النبي وحلفتك وغصمتك تصرفة للماشي والجاي. أنا ذاتي كان لقيت فيني فرق أصرفها لي، أي زول أصرفها ليه، لا في سكوت.